يا سبحان الله، شفت بعيني شيء عظيم، معجزة إلهية ذكرت في القرآن الكريم من 1400 سنة عن ظاهرة فيزيائية عجيبة بتحصل لما المياه تلتقي من مصادر مختلفة. الحقيقة أنا كنت محظوظ جدا إن أنا شفت الظاهرة دي بعناية وقدرت أصورها. والمدهش إن المكان ده مش التقاء بحر مالح ونهر عذب، لكن هو مكان التقاء لنهرين من المياه العذبة، وده بيأكد نظرية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أنا هترككم على الآية الكريمة ونرجع نشرح التفسير العلمي لهذه الظاهرة. صدق الله العظيم. بالنسبة للتفسير العلمي، المكان ده موجود في جبال القوقاز في غرب دولة جورجيا. الظاهرة دي بتحصل لما يكون في اختلاف في مصادر المياه، مما يؤدي لاختلاف درجة الكثافة، تركيبة المياه، وكمان درجة الحرارة، فبيتكون حاجز من الشير فورسز بيؤدي إلى عدم اختلاط المياه. وفي حالة المكان ده فإن النهر الشمالي جاي من مناطق فيها تربة طينية أدت إلى ارتفاع نسبة الرواسب، أما النهر الجنوبي جاي من ذوبان الثلوج على قمم الجبال، فدرجة حرارته أبرد بالإضافة إلى نسبة الرواسب قليلة. وشكرا جزيلا.